سائق حافلة نقل صغيرة يفقد السيطرة عليها ليسقط في واد سحيق. 5 قتلى و18 جريحا حصيلة حادثة السير هاته التي وقعت بإقليم الحسيمة جمعت زركات تحديدا. فؤاد عزوزي، محمد حجوب. لم يقوى المستشفى المحلي بترجيست على استيعاب كل الجرحى، فتم نقلهم إلى المركز الاستشفاء الجهوي بالحسيمة الذي يبعد بحوالي 80 كيلومترا عن مكان الحادث. الحادث خلف 5 قتلى وأزيد من 18 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة. 7 منهم تم نقلهم صباح اليوم إلى المستشفى الحسني بالناظور. مع المؤسف سجلنا 5 وفيات، 4 في عين المكان، ووفاة تسجلت أثناء نقل المصاب من ترجيست الحسيمة. بالنسبة للإصابات عندنا 3 ديال الإصابات خفيفة تم استشفائها على مستوى المستشفى المحلي لترجيست، وتم نقل الباقين 15 حالة للمستشفى الجهوي ديال الحسيمة. 4 منهم كل حالة ديالهم حرجة جدا. مشينا مشات الطوموبيل عامرة بزاف، مشاوه بشوية عليه نوصل ديك موطا. انا حسب لي غيدخل يعني حسب لي تما شي بلاصه غيدخل ليله، في الاخر واحد الفرانيه مشات تفجر. الضحايا استقلوا سيارة للنقل المزدوج بعد أن اشتروا أغراض العيد وتبضعوا في يوم السوق الأسبوعي بترجيست، ثم توجهوا لدوار علال بالجماعة القروية زرقت. وفي الطريق بسبب الضباب الكثيف والطريق الزلقة بمياه الأمطار لم ينتبه السائق إلى أنه يتجه إلى حافة الطريق والجرف السحيق إلا بعد فوات الأوان. احنا كنا في ترجيست، السكان كامل الناس مسوقه في سوق العيد، وكان الاكتظاظ بزاف، الناس ما صابت مع المجال، كاين الترونسبور، الطريق عيانه والضبابه، وقعت حادثه مروعه مع الاسف، الضحايا كثار. تسوقنا لترجيست، قضينا الغرض ديالنا وروحنا فحالنا كنروحوا فحالنا، مع المغرب كنروح. مشينا على خير وبخير، وصلنا كندخلوا البيستا ديالنا. قبل ما نوصلوا للبيستا ديالنا جبرنا واحد تما واحد البلاصه خاويه، هي كانت الضبابه والشتا، الطوموبيل كتمشي بشويه، داك الساعات هود الطوموبيل. مكرهون إخوتكم لا أبطال، يقول لسان حال سكان عدد من الدواوير المعزولة بنواحي سيارة النقل المزدوج وسيلتهم الوحيدة للتنقل وسط مسالك جبلية وعرة وأجراف عالية، تجعل من كل تنقل إلى الأسواق رحلة محفوفة بالمخاطر على طرقات لا تكاد دماء ضحايا حوادث السير تجف عليها.